عمري ما تخيلت إن يوم من الأيام أتحط في موقف يحرجني بالشكل ده، خصوصاً قدام شخص كنت دايماً بشوفه مجرد صديق لأخويا. اليوم ده بدأ عادي جداً، رجعت من المدرسة مرهقة والحر كان شديد لدرجة إن هدومي كانت لازقة فيا. أول ما دخلت البيت بصيت حواليا، كان هادي بشكل غريب، مفيش صوت لأمي ولا أختي ولا حتى أخويا. اتأكدت إن البيت فاضي. أمي كانت غالباً عند خالتي، وأختي خرجت مع صديقتها، وأخويا أكيد برا مع أصحابه. قلت لنفسي دي فرصة آخد شاور سريع وأرتاح شوية قبل ما أبدأ أعمل الغدا. دخلت الحمام وقفلت الباب وبدأت أستمتع بالمية الباردة بعد يوم طويل. كنت مطمئنة تماماً إن مفيش حد في البيت، لكن اللي ما كنتش أعرفه إن حد دخل البيت في اللحظة دي بالضبط. بعد ما خلصت الشاور خرجت من الحمام وأنا بدور على هدومي اللي كنت سايباها في الأوضة. مشيت كام خطوة في الطرقة وفجأة سمعت صوت حركة خفيفة في الصالة. اتجمدت مكاني. في اللحظة دي قلبي بدأ يدق بسرعة. قلت لنفسي يمكن أتخيل، يمكن الصوت جاي من برا. لكن قبل ما ألحق أفكر أكتر ظهر قدامي فجأة. كان واقف في الصالة وباصص ناحيتي بصدمة واضحة. كريم، صديق أخويا المقرب. هو كمان اتفاجأ زيي بالضبط. واضح إنه كان فاكر إن البيت فاضي وجاي ياخد كراسات المذاكرة اللي كان سايبها عند أخويا. الثواني دي كانت من أطول اللحظات في حياتي. أنا ما كنتش عارفة أتصرف إزاي، وهو كمان كان مرتبك جدا. من غير ما أقول كلمة جريت بسرعة على أوضتي وقفلت الباب ورايا. قلبي كان بيدق بقوة ووشي كله سخن من شدة الإحراج. بعد لحظات سمعت باب الشقة بيتفتح ويتقفل، واضح إنه خرج فوراً. عدت أيام بعد الموقف ده وأنا حاسة بتوتر غريب كل ما افتكره. كنت بتجنب أقابله، وحتى لما كنت أشوفه بالصدفة وهو جاي عند أخويا كنت بحاول أهرب من المكان. لكن الغريب إن نظراته كانت مختلفة، كأنه عايز يقول حاجة لكنه مش عارف يبدأ. وبعد حوالي أسبوع حصل اللي ما كنتش متوقعاه. كريم طلب يتكلم معايا. في البداية اعتذر عن اللي حصل وقال إنه ما كانش يقصد يحرجني، حاول يطمني إن الموضوع كله مجرد صدفة. لكن بعد شوية كلام قال جملة خلتني أتجمد مكاني. قال بصوت هادي: أنا بصراحة عمري ما كنت واخد بالي قد إيه أنتي جميلة. الكلمة دي فضلت تتردد في دماغي أيام طويلة، ومع الوقت بدأ كلامنا يزيد. كان دايماً يقول كلاما لطيف يحكي عن أحلامه وعن المستقبل اللي نفسه يبنيه. وفي يوم قال لي جملة غيرت كل حاجة بيننا: لو فكرت أتجوز يوم، أول بنت هطلبها هتكوني أنتي. في اللحظة دي حسيت إن قلبي بدأ يصدق حلم جميل، لكن ما كنتش أعرف إن اللحظة دي هتكون بداية قصة طويلة من الانتظار، قصة هتغير حياتي بالكامل. والأصعب إن أول اختبار لحبنا ما كانش بعد شهور، بل بعد سنوات طويلة من الصبر. بعد الكلام اللي قاله كريم حياتي بدأت تتغير بطريقة ما كنتش متوقعاها. في البداية حاولت أتعامل مع الموضوع على إنه مجرد كلام عابر. كنت بقول لنفسي يمكن قال كده بدافع المجاملة أو الإحراج بعد الموقف اللي حصل بينا. لكن الحقيقة كانت مختلفة. كريم بدأ يقرب مني أكتر مع الوقت. كل مرة يجي عند أخويا يحاول يتكلم معايا شوية، يسألني عن دراستي أو يحكي لي عن يومه. طريقته كانت هادية ومحترمة، وده خلاني مع الوقت أحس براحة وأنا بتكلم معاه. الأيام بدأت تعدي وكلامنا بقى أطول. أحياناً كنا نقعد في البلكونة نتكلم، وأحياناً نتقابل صدفة في الطريق ونقف شوية نحكي. كنت وقتها داخلة أول سنة في الكلية، وكل تركيزي كان على دراستي. حلمي كان إني أخلص كلية الهندسة وأبقى مهندسة ناجحة. لكن رغم انشغالي بالدراسة، كريم كان دايماً حاضر في تفكيري. كان مختلف عن أغلب الشباب اللي قابلتهم. كلامه هادي وتصرفاته فيها مسؤولية، ودائماً كان عنده خطط للمستقبل. في يوم من الأيام وهو بيتكلم معايا عن شغله اللي نفسه يبدأه بعد التخرج، قال لي فجأة: أنا مش بحب أضيع وقت في الكلام، ولو فكرت أتجوز أنا عارف كويس أنا عايز مين. بصيت له باستغراب وسألته: مين؟ ابتسم وقال بهدوء: إنتي.
الكلمة دي خلت قلبي يدق بسرعة. لأول مرة حسيت إن الموضوع مش مجرد إعجاب عابر، لكن المشكلة ما كانتش بينا إحنا الاتنين، المشكلة كانت بين العائلتين. في الفترة دي كانت في خلافات حصلت بين أهلنا بسبب موضوع قديم. الخلاف ده خلى العلاقة بين البيتين تبقى مش زي الأول، وعشان كده كريم قال لي بصراحة: دلوقتي صعب آجي أتقدم رسمي، لكن أنا أوعدك أول ما أقدر هاجي واطلبك قدام الكل. وقتها وافقت أستنى، يمكن لأني كنت صغيرة أو يمكن لأني كنت مصدقة كل كلمة قالها. مرت الشهور بسرعة، وبعدين بدأ يتقدم لي عرسان. كان في شباب كويسين جدا ومستعدين للارتباط فوراً. أخويا كان شايف إن دي فرص كويسة، وكان بيتضايق كل مرة أرفض، لكن أمي كانت دايماً تقوله: سيبها، هي أدرى بحياتها. الحقيقة إني كنت رافضة لأي حد غير كريم. وفي وسط كل ده جه اليوم اللي قال لي فيه خبر مهم. قال إنه قرر يسافر برا البلد عشان يشتغل ويجمع فلوس. في البداية خفت جدا من فكرة السفر. قلت له: السفر ممكن يغير كل حاجة. لكنه رد بثقة وقال: أنا بسافر علشان مستقبلنا، أول ما أرجع هاجي أتقدم لك رسمي. كلامه طمني، وسافر فعلا. في الشهور الأولى بعد سفره كنا بنتكلم كتير جدا، تقريبا كل يوم كان يكلمني ويحكي لي عن حياته هناك. كنت حاسة إن المسافة ما غيرتش أي حاجة بيننا، لكن مع الوقت المكالمات بدأت تقل والرسايل بقت أقل، لحد ما في يوم اختفى فجأة. تليفونه بقى مقفول، وأنا وقتها ما كنتش أعرف إن الصمت ده كان بداية أكبر صدمة في حياتي، لأن الحقيقة اللي عرفتها بعد كده خلتني أشك إن كل السنين اللي استنيته فيها كانت مجرد وهم. اختفاء كريم فجأة خلاني أعيش فترة من أصعب الفترات في حياتي. في البداية حاولت أبرر غيابه، قلت: يمكن مشغول في شغله، أو يمكن حصلت له مشكلة في الخط أو التليفون. لكن الأيام بدأت تمر، يوم ورا يوم، من غير أي رسالة أو مكالمة. قلبي كان مليان قلق. حاولت أكلمه كتير، لكن تليفونه كان دايماً مقفول. في الأول كنت بقول لنفسي أكيد في تفسير منطقي، لكن بعد أسابيع من الصمت بدأت أفقد الأمل. وفي يوم قررت أسأل أخته بطريقة غير مباشرة. كنت مترددة جداً وأنا بكلمها، لكن فضولي كان أقوى مني. سألتها عن كريم وأخباره في السفر. ردت علي بشكل عادي جداً، وكأنه الموضوع بسيط. قالت: كريم اتجوز هناك. الجملة دي كانت كأنها صاعقة. حسيت إن الدنيا كلها وقفت لحظة. كل الوعود اللي قالها، كل الكلام عن المستقبل، كل السنين اللي استنيته فيها، هل كانت مجرد كلام؟ حاولت أتمالك نفسي قدامها، لكن أول ما قفلت المكالمة انهارت في البكاء. حسيت إني اتخدعت. في اللحظة دي شيء جوايا اتكسر. قررت إن خلاص الصفحة دي لازم تتقفل. قلت لنفسي إن الحب اللي كنت متمسكة بيه كل السنين دي ما كانش يستاهل، وإن أفضل حل هو إني أنسى كل حاجة وأبدأ حياة جديدة. لكن القرار اللي أخدته بعدها كان متسرع جدا. في الشغل كان في زميل اسمه مروان. كان شخص هادي ومحترم، لكنه كان منفصل عن زوجته وعنده طفلين. كنا بنتعامل بشكل عادي جدا في الشغل، لحد ما في يوم سألني سؤال ما كنتش متوقعاه. قال لي: لو جيت أتقدم لك هتوافقي؟ السؤال جه فجأة. الغريب إني ما فكرتش كتير، يمكن لأني كنت موجوعة، ويمكن لأني كنت عايزة أقفل باب الماضي بأي طريقة. رديت عليه ببساطة: موافقة. حتى أنا نفسي اتفاجئت من إجابتي. مروان ما ضيعش وقت. بعد أيام قليلة جه البيت واتكلم مع أمي وأخويا. أخويا كان شايف إنه مش أفضل اختيار، لكن ما كانش عنده اعتراض قوي. أما أنا فكنت مصممة. كنت مقتنعة إنه أسرع طريقة أنسى الماضي هي إني أبدأ حياة جديدة. الخطوبة تمت بسرعة، والجواز كمان تم بسرعة أكبر. في أقل من شهرين كل حاجة كانت خلصت، وفجأة لقيت نفسي واقفة في يوم فرحي، والبيت كله مليان زينة وأغاني وضحك. الناس كلها كانت فرحانة إلا أنا. كنت واقفة في البلكونة لوحدي وبصيت للشارع تحت البيت، وأنا حاسة إن قلبي تقيل جداً. كنت بحاول أقنع نفسي إن ده القرار الصح، لكن في اللحظة دي حصل شيء ما كنتش أتوقعه أبداً.
وقفت عربية قدام البيت ونزل منها شخص شايل شنطة سفر. أول ما شفته قلبي وقف. كان كريم واقف قدام البيت بعد سنين من الغياب، لكن الصدمة الأكبر ما كانتش في رجوعه. الصدمة كانت في التوقيت، لأنه رجع بالضبط في اليوم اللي كنت فيه على وشك أبدأ حياة مع رجل تاني. ظهور كريم في يوم فرحي كان كأنه مشهد خارج من فيلم. كنت واقفة في البلكونة لما شفته نازل من العربية شايل شنطة سفره. للحظة حسيت إن قلبي وقف، وكأن الزمن رجع بيا سنين لورا. من غير ما أفكر جريت ناحية باب الشقة عشان أنزل أقابله، لكن قبل ما أوصل للسلم أمي وقفتني، بصتلي باستغراب وقالت: "انتي رايحة فين؟ انتي عروسة النهاردة." ما قدرتش أرد عليها. مسكت إيدي ورجعتني لجوه الشقة، وبدأت تلبسني الذهب اللي كانت محتفظة بيه لليوم ده. كانت فرحانة وبتدعيلي بحياة سعيدة، لكن أنا عقلي كان في مكان تاني تماماً. بعد دقائق سمعت صوت كريم جوه الشقة، واضح إنه طلع عندنا يسلم على أخويا. كان مستغرب من الزينة والأصوات، فسأل أخويا: "في فرح عندكم؟" أخويا رد ببساطة: "أيوة، فرح أختي." في اللحظة دي ساد صمت غريب. طلعت من الأوضة بعد ما سمعت صوته، ولما عينيا وقعت عليه شفت نظرة عمري ما هنساها. كانت نظرة مليانة صدمة ووجع، وكأن الخبر وقع عليه فجأة. ما قدرناش نتكلم. البيت كان مليان ناس، والمعازيم في كل مكان، والكل مشغول بالفرح. بعد شوية نزلت للكوافير عشان أكمل تجهيزاتي، لكن طول الوقت كان سؤال واحد بيلف في دماغي: لو كريم فعلاً اتجوز زي ما أخته قالت، ليه كان باصصلي بالنظرة دي؟ وليه رجع في اليوم ده بالذات؟ لكن ما كانش في وقت أفكر كتير. الفرح كمل واتجوزت فعلاً. بدأت حياتي الجديدة مع مروان، لكن الحقيقة إن البداية ما كانتش سهلة. كنت بحاول أتأقلم مع الوضع الجديد وأقنع نفسي إن الماضي انتهى. لكن بعد أسبوع واحد بس من الجواز حصل موقف خلاني أحس إني ارتكبت أكبر غلطة في حياتي. كنا مدعوين لحضور فرح أحد أصدقاء مروان. في الفرح لاحظت إنه طول الوقت قاعد مع واحدة تانية على الطاولة، بيتكلم معاها ويضحك وسايبني لوحدي فترات طويلة. في البداية حاولت أتجاهل الموضوع، لكن لما رجعنا البيت ما قدرتش أسكت. سألته بهدوء: "إزاي تسيبني لوحدي طول الوقت كده؟" فجأة اتعصب بشكل ما توقعتوش، وبدون أي مقدمات رفع إيده عليا. اتصدمت. ما كنتش متخيلة إن أول أسبوع في الجواز ممكن ينتهي بالشكل ده. في اللحظة دي حسيت إن كل شيء انهار. وفي اليوم اللي بعده مباشرة وأنا لوحدي في البيت، جمعت هدومي في شنطة وقررت أرجع لبيت أمي. وأنا نازلة من التاكسي قدام البيت رفعت عينيا للعمارة، وهناك شفت شخص واقف في البلكونة. كان كريم. أول ما شافني نزل بسرعة، لكن اللي قالهولي بعدها كان الحقيقة اللي غيرت كل حاجة كنت فاكرة إني فاهمها. لأنه قال لي جملة واحدة خلتني أكتشف إن القصة كلها كانت مبنية على كذبة كبيرة. أول ما شفت كريم واقف قدامي بعد ما رجعت بيت أمي ما قدرتش أتمالك نفسي. كنت مرهقة نفسياً، وكل اللي جوايا خرج في لحظة واحدة. دموعي نزلت بدون ما أحس، وكأني كنت مستنية اللحظة دي من زمان. كريم قرب مني بقلق وقال: "إيه اللي حصل؟ إنتي ليه كده؟" ما قدرتش أجاوب في البداية، كنت بس ببكي. بعد لحظات قلتله بصوت متقطع: "إنت اللي عملت فيا كده، إنت اللي كسرتني." بصلي باستغراب واضح وقال: "أنا؟ عملت إيه؟" رديت عليه وأنا لسه مصدومة: "إنت اتجوزت وسافرت ونسيتني بعد كل اللي وعدتني بيه." اتغيرت ملامحه فوراً. قال بسرعة: "مين قالك الكلام ده؟" قلت له: "أختك قالت إنك اتجوزت هناك." هنا سكت لحظة، وكأنه بيحاول يستوعب الكلام، وبعدين قال جملة قلبت كل أفكاري: "أنا عمري ما اتجوزت، ولا حتى فكرت أتجوز غيرك." وقفت مصدومة. حكالي وقتها إن تليفونه اتسرق في البلد اللي كان فيها، وضاع معاه الخط وكل الأرقام. حاول يرجع يتواصل، لكنه ما كانش يعرف يوصل لرقمي. أما الكلام اللي قالته أخته ووالدته فكان بسبب رفضهم للجواز من البداية. كانوا بيحاولوا يبعدوه عن الموضوع بأي طريقة. قال لي إنه لما حس إن أهله مش هيساعدوه قرر يرجع بنفسه وينهي كل شيء. لكن لما وصل كان اليوم اللي أنا فيه بتجوز. سكتنا لحظة طويلة،
كل واحد فينا كان مستوعب حجم الغلطة اللي حصلت. سنين من الانتظار انتهت بسبب سوء فهم وكلمة كذب. بعدها أخويا نزل علينا فجأة، ارتبكنا أنا وكريم وما قدرناش نتكلم أكتر. طلعنا الشقة وحكيت لأمي وأخويا عن اللي حصل مع مروان. في البداية حاولوا يقنعوني أرجع له، لكني كنت حاسة إن العلاقة دي انتهت قبل ما تبدأ. مرت الأيام بعد كده وأنا في صراع كبير. من ناحية أنا متجوزة رسمي، ومن ناحية تانية الشخص اللي حبيته طول عمري رجع أخيراً. كريم كان أحياناً يجي يزور أخويا، وأوقات كنا بنتكلم لدقايق قليلة. كل مرة كنت بحس إن قلبي لسه متعلق بيه، لكن في نفس الوقت كنت حاسة بذنب كبير. كنت عارفة إن الطريق اللي أنا فيه غلط. كنت عايشة بين إحساسين صعبين، الإحساس بالخيانة والإحساس بالحب اللي ما قدرش يموت. وكل يوم كان السؤال نفسه بيرجع يدور في دماغي: هل أرجع لحياتي مع زوجي وأحاول أصلح اللي حصل، ولا أواجه الحقيقة وأبدأ حياة جديدة مع الشخص اللي حبيته سنين؟ لكن القرار اللي أخدته بعد كده كان قرار غير حياتي كلها للأبد، لأن الحقيقة أحياناً بتجبرنا نختار بين القلب والضمير.